أهلا وسهلا بكم متابعين الأعزاء في حلقة جديدة وموضوع ساخن جدا. اليوم سنتحدث عن واحدة من أبرز الصفقات التي تشغل الساحة الرياضية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. نتكلم عن صفقة محتملة من العيار الثقيل، وهي قرب انتقال المهاجم التنزاني الشاب كليمنت مزيزي نجم نادي يانغ أفريكانز إلى عملاق الكرة التونسية فريقنا الترجي التونسي. إذن ما هي آخر التطورات؟ حسب أحدث التقارير الإعلامية الموثوقة، دخل الترجي في مفاوضات متقدمة جدا مع إدارة يانغ أفريكانز، والأخبار السارة لجماهير الدولة الترجية تشير إلى أن إدارة النادي التنزاني قد وافقت بالفعل على العرض المقدم من شيخ الأندية التونسية، مما يجعل الإعلان الرسمي عن الصفقة مسألة وقت فقط. ولكن ما هو هذا العرض الذي أقنع التنزانيين؟ الترجي قدم عرضا ماليا مهما لا يمكن رفضه بسهولة. دعونا نفصله لكم. أولا، قيمة الانتقال نفسها. الترجي عرض مبلغ $1,000,000 كاملة ستدفع مباشرة لنادي يانغ أفريكانز. ثانيا، عقد اللاعب نفسه. العقد سيمتد ل3 سنوات براتب تصاعدي مغر جدا. في السنة الأولى سيتقاضى حوالي 295 ألف يورو، وفي السنة الثانية يرتفع إلى أكثر من 338 ألف يورو، أما في السنة الثالثة فيصل إلى 380 ألف يورو سنويا. ثالثا، المكافآت الإضافية. وفوق كل هذا سيحصل مزيزي على منحة توقيع فورية تقدر ب85 ألف يورو، بالإضافة إلى حوافز مرتبطة بالأداء مثل تسجيل أو صناعة 10 أهداف في الموسم الواحد. اهتمام الترجي لم يكن الوحيد، فقد كان هناك منافسة قوية، حيث رفضت إدارة يانغ أفريكانز عرضا من نادي سلال القطري. والسبب؟ الإدارة التنزانية تعتقد أن اللعب في الدوري التونسي القوي ومع فريق بحجم الترجي سيساهم بشكل أفضل في تطوير إمكانيات المهاجم الشاب. وبالرغم من وجود اهتمام من أندية أخرى، إلا أن عرض الترجي كان الأكثر جدية وقوة. وطبعا إدارة الترجي دائما ما تحسب لكل الاحتمالات، ففي حال لا قدر الله تعثرت الصفقة في اللحظات الأخيرة، فإن اسم المهاجم ديزي موكوالا لاعب نادي سيمبا التنزاني مطروح كبديل محتمل لتعزيز خط هجوم الفريق. هذا التحرك يأتي في إطار سعي الترجي المستمر لتدعيم صفوفه بمهاجم جديد، خاصة مع تواصل المفاوضات لفك الارتباط مع المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز. إذن جماهير الترجي العظيمة، هل تتوقعون حسم صفقة مزيزي قريبا؟ وهل ترون أنه هو المهاجم القادر على قيادة هجوم الدولة الترجية في الموسم المقبل؟ شاركونا آراءكم وتوقعاتكم في التعليقات بالأسفل، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء في فيديو قادم بمشيئة الله.